العناد بيوديك في داهيه، يا يوديك في داهيه ملهاش حل تاني. طيب اتلتيكو مدريد مش عايز الفاريز يروح برشلونه، حلو، ما هي القصه دي اللي عايزين نخلص منها، هو مش عايز يروح برشلونه. طب الفاريز متمسك ليه ببرشلونه؟ مهما اوصف لك واقول لك في الحاجات المطلوبه في برشلونه والحاجات الحلوه، ما علينا، سيبك من الحنان والحب اللي احنا فيه ده. الفاريز قدم تقرير طبي لاتلتيكو مدريد ان هو بيمر بحاله اكتئاب وان هو مش هيتدرب مع الفريق. طب اقول لك هو ايه اللي هيخسر اتلتيكو مدريد في الصفقه دي؟ اقول لك انا، اتلتيكو الفاريز ده مش هيروح غير لبرشلونه ومش هينتقل تاني لاي نادي، حلو، ومش هيمضي لاي نادي. طيب هل الفاريز ده اللي بيمر بحاله اكتئاب هيرجع لاتلتيكو مدريد بنفس الحاله، ان هو هيكمل مع اتلتيكو مدريد؟ ما هو مضطر انه يكمل مع اتلتيكو مدريد بنفس اللعب بتاع الموسم اللي فات، ولا مستواه هينزل؟ ما هو الاكيد ان هو مستواه هينزل، لان العلاقه بين جماهير اتلتيكو مدريد والفاريز انتهت بالسلامه كده وما لهاش اي حاجه. المشكله يا اخي يعني الاستعباد في كره القدم دي حاجه منيله ب 60 نيله. الواحد يمضي، المفروض يشوف قانون تاني، انما اللاعب مش عايز النادي، ما خلاص يا جدعان ما مشوه. هم مش عايزين يقووا برشلونه، يا ريتك بتاخد بطوله، والله لو بتاخد بطوله اقول ماشي احتفظوا بيا، يا ريتك بتاخد بطوله ولا بتنيل ولا بتاخد ولا اي حاجه. ده يا راجل لعب عليك، كرهتونا في الصفقات وفي الكوره، عالم معفنه.